السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، الحلقة إن شاء الله اليوم لا يتود عن الحجاب. الحجاب ميزان الشريعة، لا يندير الحجاب على ميزان الكتاب والسنة. من درى هذه الأمور اللي عدوا الحجاب، من درى كانهم موافقين للشريعة والله مخالفين الشريعة. وأول نقطة لا نتكلم عنها في هذا الموضوع هي تبيت الاستخارة اللي سامع بها كاملين عند الحجاب. لا ينقص فلان بات الاستخارة، ذاك الصالح الفلاني لا يجيب يعدل الاستخارة. هذه الشريعة ما فيها شيء قالوا تبيت الاستخارة نهائيا. خالف شيء قالوا صلاة الاستخارة. وحديث في البخاري حديث جابر: من هم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يقول لك الدعاء المأثور على سبيل المثال، أنت عندك نحاسة ما ترى كانك تشري بها وتر والله تشري بها نيمرو، تعد تصلي الاستخارة تطلب مولانا اللي يتعدل يدير لك فيه الخير. هذا الشيء قال صلاة الاستخارة، وحديث في البخاري صح البخاري. أما تبيت الاستخارة اللي عند الحجابة هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ما يخالق وتوف. هذا شو من كلام في الغيب، نسأل الله السلامة والعافية. والغيب ما يلا حد يتكلم فيه باللي مولانا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول أم حكاية عن نبيه في القرآن: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. معناها أنت يجي الحجاب يقول لك أعطيني اسم أمك، وتلاقي يقول لك أنت ساحرك فلان الفلاني والسحر البلاصة الفلانية، وهذا كامل اللي من الضلال ولا كان معروف عند السلف. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من النوع من الخلق. في صحيح مسلم حديث عائشة أن وحدين وناس جاءوا للنبي وسولوه عن الكهان. والكاهن معروف عند العرب، الحجاب اللي عندنا نحن اللي يتكلم في الغيبيات. قالوا له سولوه عن الكهان، قال لهم ليسوا بشيء. قالوا له يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا الشيء يكون حقا. هذا الخلطة عين نجوهم يقولون نشم الأمور اللي تخلي. لا كيف نحن عين نجو الحجاب يعود ما قد شفته ولا قد شافك، يقول لك انت قال لك فلان الفلاني والله انت ساكن في البلاصة الفلانية وجاي الدور الرواية الفلانية جاي دورها، تعود انت حق جاي الدور ديك الغاية الفلانية اللي سمى لك هو، تقول انت هذا قطعا صالح من الصالحين وقطعا يكاشف له. الأمر بسيط جدا، هو يخدم اللي خلق. ونحن كل حد منا عنده قرين من اللي خلق معاه، وذا اللي تعرف انت تعرف قرينك، يعود هو عادي يخدم اللي خلق، يمشي قرينه شهر قرينك تسوي باص من خبارك ويزيد عليها 100 كذبة. يوفي لكم بعض الحديث. قالوا له يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا الشيء يكون حقا. قال لهم تلك الكلمة من الحق يخطبها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون عليها أكثر من 100 كذبة. الأمر بسيط جدا، هذا يمشي قرينه يقبض من أخبارك ويزيد هو عليها 100 كذبة. معناه هذا النوع من الخلق اللي يتكلم في الغيبيات حد يعس منه، ولو قال لك خلق عرف أنه لا مخدم اللي خلق وزاد هو عليه 100 كذبة. وحد يعس على عقيدته ويعس على شيء كامل لا يخدش من العقيدة يحذر منه ويعرف هذا الناس هذا عندهم كامل باطل. وهذه تبيت الاستخارة إن تندر على ميزان الشريعة ما يخالق. وخير الخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام، ما قط بات للاستخارة نهائيا. والصحابة الكرام ما فيهم حد قط بات للاستخارة، والتابعين ما فيهم حد قط بات للاستخارة، واتباع التابعين ما فيهم حد قط بات للاستخارة ولا يعرفوا اللي منهم الإمام مالك. معناها لو كان خيرا لسبقنا إليه. معناها تبيت الاستخارة عند الحجابة لا من الباطل إلا الباطل. خارج مسألة أخوتي الكرام يلا نعرفوها، أن تخديمه اللخلة لكان جائز. يعود النبي عليه الصلاة والسلام خدمهم يصنتوا له ويبقوه للمسلمين منهم، يكون ما قد خدمهم نهائيا. تعرفوا أن ينتهموا عائشة بالزنا نسأل الله السلامة والعافية. عادي يصد عليها يقولها يا عائشة إن كنت أصبت ذنبا فتوبي إلى الله. ما عرف كان هبريا لأنه أمر غيبي غايب عنه. وحادث الإفك إنين وقت قلادة عائشة العارية عند أختها أسماء، كانوا في السفر وكان فم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا فم الصحابة وكانوا في السفر وتعاب وباتوا ليلة تامة يلودوا هذه القلادة. كل بلاصة يلودوا القلادة فيها، عقبوا جبروها قريب، جبروها في الجمل اللي كانت راكبة عائشة طايحة تحته. لكان شيء قد تبيتوا الاستخارة وتعدلوا الاستخارة ويسول عنه اللخلة يعود عدلوا النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معناها هذا تبيت الاستخارة من أجل كان يعرف ذا اللي مصروق لي منين والله من ساحرني، هذا باطل ما هو خارج. ما كان عند السلف وتوف، هذا ما كان عند السلف. حد ما شيء ما كان عند السلف يعرف حد ما في خير. قضية خلينا نتكلم عنها، مسألة إقلاع النظرة بالسلك الأبيض. هي لا شك أن العين والله إلا حق، قال النبي إنها حق.
يكون مدرا كانوا قال لنا نقلعوها انها تنقلع بالسلك الابيض، ما قط قال لنا ابدا انها تنقلع بالسلك الابيض. وهذا السلك الابيض ينقال له سحر التخيل. هم هذا الحجاب يقبضوا السلك تم يطولوه لك ويقصروه، يطولوه ما داروا في سلك اخر، يقصروه ما قطع منه شيء. هم لا يسحروا تو عينك، هي في الحاله الطبيعيه حد عنده سلك يبقى يطوله يدير في سلك اخر، وفي الحاله الطبيعيه اللي حد عنده سلك يبقى يقصره يقطع منه شيء. هم يتم يطولوه لك ما داروا في سلك اخر، يقصروه لك ما قطع منه شيء. في الاخير يقول لك شوف راي السلك رجع لحالته، انت ملان من النظره، الله فيك شوي من النظره. وهكذا السلك الابيض يديروا في ذاك العصريه مده 40 يوم. وهذا مخالف للشريعه، مخالف لهدي النبي. هو في الحديث الصحيح النبي شاف واحد داير خيط في يده، قال له فلان ما هذا؟ قال له هذا من الواهنه، مرض كان معروف يعود في المفاصل. قالوا انزعه فإنه لا يزيدك إلا وهنا، وإن مت عليه ما أفلحت أبدا، إن مت عليه ما أفلحت أبدا. وهو يقول لك هذا الخيط ديره في ذاك 40 يوم، والنبي يقول للراجل ما أفلحت أبدا. هذا متباعد إخوتي الكرام. ولا قط النبي عليه الصلاة والسلام قلع النظرة بالسلك الأبيض، ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين نهائيا. معناها النظرة خالقه يكون حد يحصن راسه بالصلاة في الوقت وقراءة القرآن، يتم عدل أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، مع مولانا هذا هو اللي يحفظ. أما قليعها بالسلك هذا ما هو خالق. وخالق مسألة أخرى التمايم، هذه الكتوبة قلنا نحن هذه مسألة خطيرة جدا، وهذه الكتوبة يعطون لها الحجاب. هكذا الكتاب عضقوا، شوف واحد داره في جناحه واللي داره في رقبته واللي داره في كرشه. التمايم فيهم حديث صحيح متفقين الحديث ان هذا حديث صحيح، حديث عقبة عند أحمد في المسند. من علق، النبي قال من علق تميمة فقد أشرك. وجاء 10 رجال لا يبايعوه على الإسلام، أقبل إليه رهط ليبايعوه فبايع 9 وامسك عن 1. بايع منهم 9 رجال وامسك عن 1 ما بايعوا. قالوا الصحابة يا رسول الله قد بايعت 9 وامسكت عن 1، هذا الراجل مالك ما بايعته؟ قال لهم إن عليه تميمة. قال لهم الراجل مع الله تميمة كتاب زاد. دخل الراجل ايده وقطع كتابه حد انه بايع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال من علق تميمة فقد أشرك. وحديث عبد الله بن مسعود هذا مولي حديث صحيح ياسم العلماء إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى تنقال الحجاب، يكون الحجاب فيه اللي موافق للكتاب والسنة، وفيه اللي نسأل الله السلامة الشركي. الحجاب اللي موافق للكتاب والسنة القرآن ينقرأ الفوق، والأدعية المأثورة والأذكار، وإذا ما فيه إشكال يقرأ حد الفوق ويقد ينفذوا في الماء وينفذوا في الزيت، وهذا كامل ثابت عن السلف. أما صار الرقية الشركية خطيرة، جيب لي كبش بيض، والله جيب لي دجاجة، وهكذا حرقوا وهكذا علقوا وهكذا الدم ديرهن، هذا لا من الشرك وخطير يعدله الحجاب. معناها حد يأس على عقيدته. العقيدة ما فيها الجوقة، بيد حد مات على الشرك هذا قايس النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنقطة الأخيرة إن شاء الله نتكلم عن الإجزانة هذه اللي نقول نحن فيها ما كذبناها ولا صدقناها. الغيب اللي يقول فيه مولانا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قلنا نحن ما صدقناها وما كذبناها. هذا الغيب اللي أنا الصبح لا ينرى وانت لا يجيك وانت لا يجيك، قلنا احنا ما صدقناه ولا كذبناه. تعرف بعد انه متباعد مع القرآن يقول الغيب ما يعرفه حد، ونحن نقول ما صدقناها وما كذبناها. وهذه مسألة خطيرة جدا. يلا نعرف ان في الحديث صحيح ان حد قاس هذا الناس العرافة الكهنة مشي يقزن يفوت 40 يوم ما انقبلت منه صلة. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وحديث صحيح السنن فإذا صدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. إن تصدق هذا قد كفرت، هذا نص الحديث، لأنك هنا تياه كذبت القرآن. قال لك القرآن الغيب ما يعرف حد، قلت أنت وذا قالتك الجزانة جد عليك. لماذا؟ إلا واحدة عندها صاحبة قط قزنت وذا قالت له الجزانة عقب خلق، وعاد هي نين جزنت الهم ودي جد عليها هذا اللي قالت لها.
وهذه مسألة خطيرة. يقول العدود: وجنب لكزانا فلكزانا صاحبها قد قلد الشيطان، لا يقبل الله صلاته إلى شهر و10 في الذي قد نقلا. الحديث اللي قبل قلنا معناها لكزانا ما تتواسع، ومجلسها مجلس سوء، وحد يقعد لها في بلاصة طيبة وفي مجلس طيب وراضي عنه مولانا. أما مجلس ذا كيفته ما يلحقني استحفي وله أني نعدل معصية عظيمة وتخل بعقيدتي به. اللي حد يقعد يتكلم في الغيب هذا خلل عظيم في العقيدة ولا يتواسع. معناها في الأخير موصي راسي لا بالعقيدة الصحيحة، ونعسهم شيء كامل ما هو موافق للشريعة ولا هو موافق للي جبيه النبي عليه الصلاة والسلام. ونعرف أن الخير كامل في الاتباع والشر كامل في الابتداء. الإنسان يحصن راسه، العين خالقة والسحر خالق، يكون هذا لا أحد يحصن راسه بالصلاة في الوقت وقراءة القرآن والأذكار وسماع القرآن والصحبة الصالحة والإنسان يتميز المحاضرات. وهذا هو اللي حصن الإنسان بإذن الله حد حل في الطاعة وعمر وقته بالطاعة، ما لا يرى ما وشي متعدل وشي مضبوط. والسلام عليكم ورحمة الله.